سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بنبات الرجله ولا البقله، راح نحضروا معاكم بالطريقه ديالي. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه، طريقه خفيفه ويجي بنين. بما انه راهو معمر بالفيتامينات قلت نستغل الفرصه، بما انه راهو موجود في الاسواق تلقاه، وراه موجود يعني اللي عنده هكذا بحيره غير نحيه وطيبيه. راهو فيه فوائد عظيمه، راهو غني بالالياف، سورتو يساعد على الهضم والشبع ثاني لاصحاب الرجيم. هذه النبته يعني ننصحكم بها، حاجه روعه. فيها نسبة مليحة من الماء، تساعد على ترطيب البشرة، تساعد ثاني يعني فيها فوائد عظيمة كما نقولوا. فيها معادن بزاف مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، فيها فيتامينات مضادة للأكسدة. يعني نبات مفيد جدا وغني. ما تنسوش ثاني راهو غني بأوميغا الثروة. كنت حضرت من قبل معاكم الكسكس بهذا النبات تاع الرجله، جاي يعني هايل يجي بنين ما شاء الله. اذا حبيتوا الوصفه يعني غير رجعوا الفيديو ديالي قبل الاخير، راح تلقاو الكسكس بالرجله. اذا هنا واش درت؟ يعني حكمت هذاك النبات تاع الرجله بعد ما غسلته كامل، راني نقطعه كامل الصغير. هنا نحيت شويه تاع الاغصان لان راهم يعني عاصيين. اذا كان طريين ديروهم كامل. راح نقطعوا يعني نحاول كيفاش نقطع نبات تاع الرجله ديالي، نقطعه كامل الى قطع صغيره. هنا راح نحكم المقله، راح ندير فيها شويه زيت الزيتون، وعندي كميه تاع الثوم. هذا الوصفه بالذات لازم الثوم باش تجي بنينه. هنا لازم نخليو الثوم ديالنا يتقلى شويه، غير شويه يعني في زيت الزيتون. ما نخليش الثوم ديالنا حتى يتنحرق ويمد يعني بنه ماشي مليحه. هنا مباشره راح ندير نبات الرجله هكذا، نخليه يتقلى مليح مع هذاك الثوم. وهنا راح نضيف التوابل والملح. هنا عندي الملح ونضيف التوابل. هنا درت شوية كمون، وراح ندير شوية راس الحانوت، وعندي ثاني شوية فلفل عكري. هذا واش درت. نتوما تقدروا يعني تضيفوا شوية فلفل كحل، لكن بهذه الخلطة تاع التوابل يجي من اروع ما يكون، يجي بنين بزاف. نزيد نخليه يتقلى مليح. وهنا عندي حبة طماطيش مقطعة هكذا، نزيد نخليهم يتقلاو مع بعض. وهنا في الاخير راح نمرق بكاس ماء هكذا، ونغطي عليه ونخليه يطيب. ما راحش يدي يعني منكم الوقت، راح يطيب بالخف. خليوه برك على نار هادئة. هنا كما راكم تشوفوا يعني تقريبا طاب، خليته على نار هادئة. هنا حبيت برك نضيف اضافة هكذا زوج فلفلات حارين، ونضيف شوية حشيش معدنوس. هنا حشيش معدنوس كان عندي في الكونجيلاتور، نتوما اذا كان عندكم يعني الاخضر الجديد افضل. هكذا ونزيد نغطيه نخليه حتى يتجمر مليح. هنا كما راكم تشوفوا خلاص نبات تاع الرجله ديالنا طاب وتجمر مليح. هنا خلاص راح نطفي عليه. اذا هذه هي الوصفه ديالنا تاع نهار اليوم، وصفه خفيفه ومعمره بالفيتامينات. في الاخير اللي تحب يعني تضيف شويه هكذا قارص من فوق يجي بنين بزاف. تاكلوه هكذا مع التغماس بالمطلوع ولا اغرم اقوران مع شويه تاع زيت الزيتون، وصفه ولا أروع. اذا نتمنى تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبتكم الوصفه ديالي ما تنسوش برك دعم القناه باللايك والاشتراك فضلا منكم وليس امرا. اذا هكذا دمتم في رعايه الله وحفظه. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه